لا لا، انا ارد اعرف وضعك. ليش تريد تقص راسي؟ ليش؟ انت مشرك مرتد عدو الله، مشرك عم تسب ام المؤمنين. ها، سب ام يعني اي شيعي يسب عائشه انت تقص انتم السنه تقصون راسه باذن الله. ها زين، حتى لو صار خرتيت غبي يدافع عن القدس وياكم ايضا نفس الحكم؟ الشيعي اجمع باذن الله، والله لنقطع نسلكم ان شاء الله. عافيه 100%، هو هذا اللي اريده، عافيه. دقيقه بس، ممكن اسالك؟ لا لا لا، دقيقه انتظر، انا اريد ابقى. خلني. ولك بابا انا مستفاد من عندك، ايش بيك انت ضد العاريه المخانيث؟ انتظر. فانت الان تقول الشيعي اذا لبس حفاظه وادعى انه هو يدافع عن القدس وعن تحرير القدس وهالكلاوات وقدساه وسنحررها، انت جنابك الكريم كمسلم سني موحد محترم جيد تقول هذا الشيعي الذي يدافع عن القدس او الذي يحاول ان يحرر القدس نضربه بالجزمه ونلعن والد والديه لانه شيعي نجس وسخ، صح؟ صح، اسمع. احسنت يدافع عن القدس ويسب ام المؤمنين، احسنت، وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم. هم صاير نغل، ما هو شيعي نغل. شلون يصير الشيعي النغل؟ يلطم. انا وياك اخي الكريم، انا وياك، انا كلامك صحيح. هو ما هي صفاته؟ هذا هو يلطم، يقول يا حسين، انت تعرفها يا حسين كفر شرك، صح لو مو صح؟ صح. شرك. انتم ليش تطلبون من علي ومن الحسين ومن الحسن؟ انا مالي شغل. ليش ما تطلب من الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول ولك انا وياك ادعوني فاستجب لكم. ولك انا وياك اهدى، انا وياك. هو هذا الشيعي الخايس اللي يقول يا علي ويا حسين، ابن الطراق. خلينا ننزل عليه، نزلع باللهجه العراقيه. هذا ابن الطراق مثل ما يقولون هن الطيبين، يدافع عن القدس. هو جاي يدافع عن القدس يقول يا زهراء. تخيل، شوف الكفر، ما يقول يا الله. وجايب وياه تربه يصلى على حجاره ويقول احنا ندافع عن اخواننا اللي بالقدس. ابن المطر، تشي عليك انت بالقدس، عن ابوك لابو حتى دينك. هي قبه مال ابوك انت يا كلب. اي لا، ولك مو عليك، على الشيعي. ولك مو عليك. خلني اكلمك دقيقه. لك بابا اهدأ، مو عليك، على الشيعي الخنيث، مو عليك، اهدأ. انت محترم، اهدأ. ايش بيك انت بابا؟ مو يمك. خلني لك بابا انا اتكلم على الشيعي الخنيث اللي يدافع عن القدس، افتهم، مو يمك. انت انسان محترم، نعاملك بالاف 16. الله انت محترم، انت بالاف 16 جيد. فالاخ مسلم سني موحد يقول اي شيعي يقول يا علي يا حسين وسخ ياتينا بهذه العقيده، يحاول يدافع عن القدس، نلعن دينه، لا ابو القدس، لا ابو السيد، لا ابو المرجع، لا ابو المعمم اللي دز علينا. احسنت اخي الكريم، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الاسلام الصحيح. هذا هو مسلم سني موحد صحيح، لن يفرط بأرضه ويفرط بعرضه كما فرط النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. يا أمير، شكرا لك، خلاص نتشبه الآن، استفادينا منك، شكرا لك. ما أعرف شنو صار إخواني، أكو شيء صار مو صح، أكو شيء صار عجيب غريب، سبحان الله. اي والله، هذا شلون يقول له تلك شقشقة قد هدى قدس خبصونا خبز لأن على أبوكم لا بحد دينكم ساقطين. الشيعي شبع كتل، صار سنين انفجارات ومفخخات وقنابل وعبوات وتفخيخات، ويتغدى مع الرسول وبالليل ينام مع عائشة بالينة، يجي يفجر نفسه على الشيعي يتغدى مع الرسول. لكم ساقطين عواهر، ولا واحد طلع حكى، لا الإعلام اهتز، لا الدنيا بكت، لا العالم اهتز، لا الإعلام الغربي والعربي والهذول العواهر كلها. شنو؟ لكم 45 مليون شيعي بالعراق نتفتوهم نتف بالمفخخات، ولا نغل حكى، ولا نغل استنكر، ولا ابن حرام قال كلمة. إلى الآن شيعة أفغانستان، هاي قبل أيام انفجار بداخل مسجد طشروهم الطشر، ولا نغل قال له كلمة، ولا مرجع ابن حرام ذا بالحكاية، ولا معمم نغل قائد السدرين والنجلين العاطلين قال نغولة ابناء حرام، ابناء حرام واجتمعوا. هاي بس الكدنا على ابوكم، لا حتى القدس، قدس مال اسرائيل، قدس قدس يهودي، قبة الصخرة يهودية، هذا التاريخ. اليوم اسوي لكم محاضرة اشوفكم من كتب السنة.
قبة الصخرة قبة يهودية، قبة الصخرة قبة يهودية، قبة يهودية، هاي من شعائرهم. وجابها عمر بن الخطاب، كانت بالزبالة مدفونة. عندي مقطع موجود بالقناة، بس راح أسوي مقطع إن شاء الله أشرح لكم من الكتب، من المصادر الإسلامية، مو من كتب اليهود والفرس المجوس وأنت عميل بيزنطي. عار لا تصير ابن عار، جيد؟ حتى مو بس أنت يتبعك السلف الصالح، هاي من كتب السنة، من كتب السنة.